عارفين ليه بناكل بلح وجوافة في عيد النيروز؟ عيد النيروز هو رأس السنة القبطية، والسنة القبطية دي هي اللي على أساسها بتمشي الكنيسة في الأصوام والأعياد والصلوات، لأن الكنيسة تقويمها مخصص ليها غير السنة الميلادية، وبتتسمى بسنة الشهداء. والسنة القبطية دي ابتدت من 1741 سنة، وقتها كان ماسك الحكم الإمبراطور ديقلاديانوس، واللي بدأ معاه عصر الاستشهاد، وعشان كده عيد النيروز هو عيد الشهداء، واللي بسببهم إحنا مسيحيين، والإيمان استمر لغاية النهاردة. وكلمة نيروز جت من الكلمة القبطية نياروق، يعني الأنهار، والسنة القبطية دي كان بيستخدمها المصري القديم، فهي مش اختراع، وكان عايش بيها حياته، لأن وقتها ما كانش موجودة السنة الميلادية اللي نعرفها النهاردة. ولما جه الإمبراطور دقلديانوس بدأ معاه عصر الاستشهاد، وبقى المسيحيين كل يوم واحد توت يروحوا الأماكن اللي موجود فيها أجساد الشهداء ويصلوا لربنا بشفاعتهم، وكان بيوزعوا بلح وجوافة على بعض. وده علشان لو بصينا للبلح هنلاقي لونه أحمر، لون دم الشهداء، لكن لو شقينا نصين هنلاقي قلبه أبيض زي التلج، رمز لنقاوتهم وطهارتهم. وبنلاقي كمان النواه بتاع البلح واللي صعب جدا كسرها، واللي بيرمز لإيمان الشهداء القوي، واللي محدش قدر يكسره ولا يهزه على مر التاريخ. وكمان الجوافة لو شقيناها هنلاقي جواها بذر كتير جدا، صعب إننا نعده زي شهداء كنيستنا اللي ملهمش عدد. وحتى بذرة الجوافة بنلاقيها ناشفة جدا زي إيمان شهدائنا اللي كان صلبه قوي وشخصيتهم الجبارة مهما اختلف سنهم. وكل عيد نيروز الكنيسة بتطلع أجساد القديسين الموجودة فيها وبتطيبهم بحنوط ريحته جميلة جدا. وكمان الكنيسة بتستقبل السنة القبطية الجديدة بالصلوات والقداسات عشان تقول له يا رب أنت بداية كل حاجة موجودة، بارك يا رب إكليل هذه السنة بصلاحك.